في داخل هذه المنهولة الخاصة بمجاري المحافظة يعمل محمد داخل منهولة بالتحديد لرفع الأنقاض والأوساخ للحيلولة دون وصول المياه إلى المنازل. محمد الذي يعمل أجير يومي وراتبه 50,000 دينار فقط لم يستنكف نهائيا، بل يدخل إلى هنا بعمق 3 أمتار. السلام عليكم. شلونك محمد؟ شلون صحتكم؟ تعال ممكن تطلع لي؟ استاذ صار. شلون حالك؟ شلونك بعد؟ جاي تسوي جو انت؟ والله استاذ قاعد ننظف بالمنهوله. والله نهار كله نشتغل وما امطار وماكو، والشوارع احنا نظفناها وكلها اشتغلناها استاذ. انت شنو هنا دائما تجي يعني؟ استاذ دائما احنا يوميا الشبكه ويانا المدير وكلها. ايش قد عمق هسه انت جوي؟ 3 امتار وشويه جو العمق طاب. ايه. ايش تطلع انت هسه؟ قاعد اطلع وساخه ومنا ومنا اشوف بيها وساخه خافها مسدود، انا جوا قاعد اشتغل به. انت قلت لي اجر يومي؟ هي اجر يومي ينطوني 50,000 دينار بالشهر. بالشهر وانا عندي عائله وهاي وقاعد اشتغل على مود اعيش جوالي. هو ليس مشهد تمثيلي او مجرد تصوير، وانما هو واقع حال من يعمل بهذه المهنه. تزداد معاناه العمل مع هطول الامطار، ليبقى داخل هذه المنهولات لساعات طويله. يبدا العمل من بدايه احياء الحله الى نهايتها، محاوله منهم لمنع فيضان الاحياء السكنيه. مؤيد انت تستنكف من هذا الشغل؟ لا استاذ ما استنكف، هاي شغل، هاي شرف، هاي ولايته، هاي جاي مدينتي، هاي شلون استنكفون؟ وظيفته هاي ما استنكف منها. هاي اوساخ ومياه يعني آسنة ومملوءة يعني الاوبئة وغيرها. عادي عادي عادي، شلون لا تفيض ما يصير، نطب بعد انقص. دائما تستمر هذا الشغل؟ اي يوميا. شنو شغلك؟ هو هاي طب جوه وبالدنكار واسحب وانزل الجو قد عمق؟ عمق قد ما 3 امتار و4 امتار. يعمل محمد ومؤيد وفاضل بمديرية مجاري بابل كأجراء يوميين مقابل مبلغ 1,500 دينار عراقي لليوم الواحد فقط. عملهم هذا ليس بمكتب رسمي أو سكرتير مدير عام، بل يكون في داخل عمق هذه المنهولات لفتح مجاريها ورفع الأنقاض منها، فتكون مياه المجاري والأمطار تحيط بهم من كل جانب. غاية العمل هو منع الفيضان وخدمة الناس. يعملون صيفا وشتاء دون كلل. في العام الحالي مواردهم يعني ينبغي أن تكون رواتبهم من مواردنا الذاتية، وبما أن محافظتنا مشكلتها مركبة باعتبار أنه نسبة المجاري فيها مجاري الأمطار 5% والصرف الصحي 12%، فإحنا ما عندنا موارد، مجبرين أنه نعطيهم موارداتنا المحدودة اللي هي ما تتجاوز 50,000 دينار بالشهر لكل واحد من عندهم. نعم نعاونهم أحيانا بأيام راتبهم 50,000 دينار بالشهر. يعني ما تقدر توصف العمل اللي يقومون به، يعني كل يعني ما واحد يقدر يقوم بهيك عمل نهائيا. 50,000 اجور يومي، يعني ما اعرف، يعني انا ما اقدر حتى اعبر على الموقف هذا. قلة رواتبهم وضعف الدعم المقدم لهم لم يكن سببا لمنع عملهم، بل هو الإخلاص بخدمة المحافظة ومنعا لفيضان الأحياء السكنية. أحمد عماد، قناة بلادي، محافظة بابل.